السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال وفي احسن صحة وعافية وانتوا بتشوفوا الفيديو بتاع النهاردة. وحشتوني جدا 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 من الفيديو اللي فات. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا في احسن احوالكم يا رب، اللهم امين. واللي نفسه في حاجة ربنا يحققها له، واللي نفسه في اي حاجة ان شاء الله ربنا يديها له بزيادة بالخير ان شاء الله، اللهم امين. زي ما انتوا شايفين كده حبيت اصبح عليكم بالخضرة كده والورد الاصفر الجميل. ربنا يجعل ايامكم كلها خضرة وجميلة ان شاء الله باذن الله. ودخلت بقى هبدأ اليوم النهاردة من اوله بدري. عملت قهوة وشربتها. وبعدين يعني عايزة اقول لكم ان الفيديو ده متصور على يومين. تمام تمام. والله بفكر ان احنا يعني يعني الفيديوهات بدل ما تبقى مثلا يوم ويوم، انزلها مثلا يومين في الاسبوع. ايه رأيكم؟ يعني لو ده يناسبكم قولوا لي واكتبوا لي في الكومنتات ان شاء الله باذن الله. انا شايفه ان ده يعني هيبقى احسن، والفيديو هيبقى مليان اكتر، يعني في احداث اكتر. تمام. فشوفوا اللي موافقني على الرأي يعني اكتبوا لي وقولوا لي ايه رأيكم. شربنا القهوة كده واكلنا اخر بيتي فورم بتاع العيد. خلاص كده حاجات العيد كل سنة وانتم طيبين خلاص ودعناها. شربت القهوة كده ونزلت عشان اودي دودو المدرسة. زي ما انتم شايفين الجو دافي بس شتا، زي ما انتم شايفين كده دودو بتعمل لكم قلب. ورحنا بقى المدرسة. وصلتها ورجعت عملت لنفسي فطار. قلت يعني ايه افطر كده، فطار كده متين، عشان يومي طويل. عندي حاجات كتير جدا 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 عايز تتعمل. ورايا حاجات في المطبخ عايزة تتعمل، ورايا حاجات جوه الشقة عايزة تتعمل. وكنت عايزة انزل اجيب حاجات. جبت طبعا حاجات، ولما جبتها كنت عايزة اظبطها واشيلها في اماكنها، واللي عايز يعني يتوضى بيتوضى، واللي عايز يتغسل يتغسل واشيله. بس قلت يعني ايه الاول افطر كده فطار حلو. عملت طبق خضار كده حلو وخدت حتة جبنة معاه وكم واحدة زيتونة وطماطم وخيار. واكلت واحدة بيضة بس، واكلت اتنين من التوست اللي انتوا شفتوه ده. اتنين بس. وعملت لي كوبايه شاي بقى محترمه كده، وحطيت نعناع. كان عندي نعناع فريش بقى كده، كان بقى لي كتير جدا ما جبتش نعناع، لان النعناع كنت بحس ان هو ملهوش ريحه خالص في السوق. بس بصراحه لما لقيته حلو وفريش كده وليه ريحه، فقلت بقى ايه لا اجيب بقى وايه، استعيد ذكرياتي مع الشاي ابو نعناع. انتوا عارفين انا بحب الشاي بالنعناع جدا، وما اقدرش اشربه من غير نكهه يعني. فلما خلاص النعناع كده بصراحة ما كانش عاجبني، فاستبدلته بالقرنفل. كنت بحط قرنفل على فكرة، كان بيبقى حلو جدا وبيهدي الأعصاب وتحفة يعني. جربوه كده هيعجبكم جدا. وحطيت لي كوباية مية كبيرة طبعا علشان ما ننساش المية. مش عايزين ننسى المية. المية مهمة جدا للبشرة وللشعر وللجسم من جوه، للأجهزة بتاعتنا من جوه زي ما انتوا عارفين مهمة جدا، واحنا بننساها لما خصوصا لما يبقى الجو ساقع بننسى نشرب ميه. فخلي الميه قدامك هتفتكري. نزلت بقى واشتريت حاجات كده زي ما انتم شايفين من سوبر ماركت. عايزه اقول لكم سوبر ماركت كان سعره ارخص كمان من والله من البازار. اتفاجئت بالاسعار. جبت كام حته كرنبيت كده علشان هخلله. وكان نفسي اجيب كرومبايه كده، نفسي في محشي كرومب. جبت لي واحده. وجبت خيار كان الكيلو ب10 ليرة، جبت لي برضو عشان اخلله. وجبت بتاع ده برتقان وتفاح. وجبت لبن. وكان عندي نواقص في كان في عرض جبنه حلو جدا. الجبنه اللي انا بستخدمها كان نازل عليها عرض، جبت برضو. وجبت قهوه وشاي. وجبت كمان زيت. يعني الزيت، نوع الزيت ده انا اول مره اجربه، بس لقيت عليه عرض حلو جدا. 5 لتر كان بحوالي 185 ليرة. ف اسمه ايه، زيت ذرة. فبصراحة قلت يعني هجيبه وهجربه ماشي. طبعا مخلي الخيار انا يعني جوزي طلبه مني بقالي كتير. وبصراحة هو كان يعني كان اللي موجود في السوق ما كانش ينفع خالص للتخليل. ف... فلما لقيته بقى صغير وكده وينفع للتخليل، فقلت بقى بصراحة ايه يعني ده انسب وقت ان انا ايه اعمل مخلل الخيار كده. وكمان هو كان سعره كمان مناسب خالص، كان الكيلو زي ما قلت لكم ب10 ليرة. فجبته زي ما انتوا شايفين كده، غسلته كويس وحطيته على فوطة مطبخ نظيفة. وبعدين بنغزه كده بأي حاجة رفيعة. أنا عندي سكينة البوز بتاعها رفيع خالص، فأنا دي بستخدمها بصراحة بنغز بيها أي حاجة أنا عايزة أعملها. غزي الخيارية كده، بصي غزيها عشان تتشرب من الملح بتاع اللي هو اللي انتي بتحطيه يعني فيها، اللي بتخليه فيها.
وبياخد من النكهات بقى بتاعه الثوم، لو يعني الشطه، اي حاجه بتبقى محطوطه في الميه، فبتحسي ان الخياره من جوه كده ايه، بتنكهها يعني. والكام واحدة كرنبيت برضو. الكرنبيت كان كيلو، انا جبت كيلو واحد بس، ولا جبت كيلو ونص، جبت كيلو ونص، دول كيلو ونص عملوا 30 ليرة. فقلت برضو ايه، انا والولاد بنحب قوي المخلل الكرنبيت ده، فقلت بقى ايه، اخلي البرطمان كده صغير ولا حاجة. فزي ما انتوا شايفين بصوا، انا مخلل الكرنبيت دوت، انا بجيبه وبشطفه كده زي ما انتوا شايفين، وبغلي ميه وبحطه كده حوالي نص ساعة، وبعدين بشيله على طول، بشطفه بميه ساقعه، علشان وانتي بتخلليه وتيجي تقطمي كده بتحسي بقرشه كده، مش بتبقى ناشفه قوي، لا بتبقى حنينه وفيها قرشه في نفس الوقت، يعني بيبقى مستوي شويه، ما بيبقاش ناشف قوي كده وتحسي انتي بتاكلي الخضار نيه قوي. تمام تمام. جبته بقى وصفيته وشطفته تاني، وبعدين عملت بقى المحلول بتاع المخلل كده زي ما انتوا شايفين. ده ملح خشن زي ما وريته لكم كده في بدايه المقطع. ده يعني مخصوص للمخلل، وتحسوا ان هو بيطول عمر القرمشه في المخلل، مش بيخليه ينعم بسرعه. فاي حد بيخلل يعني يفضل ان هو ما يستخدمش اللي هو ملح السفر العادي، لا يستخدم الملح الخشن ده، عشان بيطول عمر المخلل، ما يتهريش يعني، وبيبقى فيه القرشه بتاعته دي اللي احنا كلنا بنحبها. فزي ما انتوا شايفين كده، انا حطيت ميه، وحطيت الحدق المناسب ليا، وحطيت كام فص توم كده مع المخلل، وحطيت شويه من الشطه وشويه من الخل وشويه من السكر صغيرين، وقلبت وخلاص قفلت البرطمان بتاعي، بس لازم الميه تكون بتغطي المخلل بتاعي. تمام خلصت. بصوا يعني يا دوبك الخيار يا دوبك على قد البرطمان، ما تفضلش مني، انا بس شلت كام واحده كده كانوا كبار شويه، فشلتهم حطيتهم مع الخيار اللي بيتاكل يعني في الفطار او للسلطه. ودلوقتي زي ما انتوا شايفين كده، انا بعمل ايه، بعمل الكرنبيت، بس الكرنبيت انا بحب يبقى لونه ايه، بينك كده شويه، فانا بجيب نص واحده بنجر، وبقطعها كده، عايزه تبشريها عايزه تقطعيها كده زي ما انتي شايفاها مكعبات شرايح رفيعه. انا قطعتها شرايح رفيعه وحطيتها في الميه، اديت اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. وحطيت برضو نفس فصين الثوم، وحطيت نفس المكونات برضو بتاعت المحلول بتاع الخيار عادي، بس ده زاد عليه بس ال- الشرايح بتاعه البنجر. هخلص بقى واحط كمية المية المناسبة بحيث ان هي تغطي الوش، وبعدين بقى في البرطمانات بتاعتي، وخلاص خلصت المخلل زي ما انتوا شايفين. كملوا معايا الفيديو الاخر، في حاجات جميلة جميلة هتعجبكم ومعلومات حلوة جدا. خلصت بقى المخلل بتاعي وسبته، كنت بقى كان مطلوب مني، الولاد كان نفسهم في المسقعة. احنا بنحب المسقعه مش باللحمه المفرومه، انا عيالي ملهمش في اللحمه قوي زي ما انتوا عارفين، اللي عارفين عني يعني. فاحنا بنحبها كده جدا جدا جدا، انا بحب بعملها قوي مع المسقعه دي، بحب اعملها قوي بقى مع جبنه قديمه، مع بتنجان، اسمه ايه، قولوا معايا، آه، العدس البني، اسمه العدس ابو جبه، العدس ابو جبه بتاعنا الجميل القمر اللي احنا بنحبه. بس بصراحه يعني كان الوقت بقى خلاص كان ازف، وما كانش عندي وقت خالص ان انا اعمل غير اللي انتوا هتشوفوه دوت. قضينا اليوم بقى كده بسرعه بسرعه، يوم كده حلو خفيف، اكله جميله جدا ومشبعه جدا على فكره، وبتاكل يعني طول ما انت قاعده كده بتحسي انت لا مبسوطه من الاكل جدا، احنا بنحب الاكلات دي جدا جدا. وبعيد بقى عن اللحمه والفراخ، احنا طالعين طبعا من رمضان والعيد، بصراحه زهقنا من موضوع الاكل ولخبطه الاكل والكلام ده كله، فايه الاكلات دي طبعا عشان ما كانتش بتتعمل في رمضان، فتحسوا ان هي يعني ليها شوقه كده. واللي ورا ده جبنه قديمه بالطحينه والزبادي وزيت الزيتون، وقطعت طماطم وفلفل وحطيت على وشها شويه من حبه البركه. والبطاطس دي قرمشتها كده زي ما انتوا شايفين، حطيت عليها شويه من البهارات، وحطيت شويه من الدقيق وقلتها، وكانت طعمها تحفه. عايزاكم شربنا جنبها بيبسي، يعني انتوا عارفين الاكله دي بتبقى حاره كده شويه، فبتحتاج حاجه ترطب عليها. وده كان غدانا الحمد لله، ربنا يديمها علينا نعمه يا رب ويحفظها من الزوال. ده كان اول يوم. تاني يوم بقى كنت رايحة عند واحدة صاحبتي كده بعد المدرسة، على الساعة 10 كده 11 رحنا لها. فيعني قلنا نروح نقعد مع بعض شوية، فأنا قلت بقى ايه، ما ادخلش بإيدي فاضية، اخد لها معايا طبق ايه، طبق كرواسون كده، قلت اعمل كرواسون كده
الولاد يفطروا حاجه سخنه كده لما اللي موجود يعني في البيت ياكل حاجه سخنه، وفي نفس الوقت اخد لصاحبتي معايا طبق كده وانا رايحه. انا معايا 4 كوبايات من الدقيق زي ما انتم شايفين، حطيت عليه رشه من الدقيق الملح، وحطيت معلقتين كبار من السكر، وهحط باكت خميره 11 جرام. زي ما انتم شايفين كده. لو واثقه من الخميره بتاعتك حطيها على طول. انا طبعا عشان بستخدم نوع ده ونوع تاني برضو بجيبه من بيم، بيبقى حلو جدا ومناسب جدا جدا ليا يعني، وواثقه من نوعه يعني. ماشي. وحطيت ربع كوبايه زيت، وهحط بياض بيضه. ماشي. هاخد الصفار ده انا هستخدمه في التلميع، مش هستغنى عنه خالص. فحطيت بياض البيضه، وبياض البيضه تقدري تستغني عنها لو مش حباها. وحطيت كوبايه ونص من الميه، حابه تخلطيها مع الحليب تمام. انا استخدمت ميه النهارده. وعايزه اقول لكم زودت عليها معلقتين دقيق، لان الدقيق حسيت ان يعني انا بعملها دايما بكوبايه ونص، بس النهارده حسيت ان الدقيق يعني امتص مش امتص الميه. حسيت ان هو بقى طري قوي، العجينه بقت طريه جدا، يعني محتاجه كده معلقه دقيق تاني علشان تتظبط معايا اكتر. طبعا زي ما احنا عارفين ان انت عشان تقيسي العجينه بتاعتك مظبوطه محتاجه ميه ولا لا، محتاجه ان انت تغسلي ايديكي كويس جدا وتنشفيها، ايديكي تبقى ناشفه ومش فيها عجين خالص، علشان تتاكدي ان هي حلوه. بصوا انا عجنتها كويس جدا زي ما انتم شايفين، حطيت كل حاجه على بعضها. ماشي. كل حاجه على بعضها وعجنتها كده مره واحده، ما اخدتش مني وقت خالص. وبعدين 4 كوبايات دي ما خدوش مني اي مجهود ولا اي وقت خالص. ماشي. حطيت على وشها نقطتين زيت وهغطيها وهسيبها بقى تختمر لغايه ما تضاعف حجمها. طبعا الجو زي ما انتم شايفين احنا مش باين لنا مش باين لنا، مش معروف اذا كان حر ولا ساقعه، بس الجو ساقع كده زي ما انتم شايفين، وزي ما وريتكم كده في بدايه الفيديو. امبارح برضو كان ساقع جدا، كان ساقعه في الشارع يعني، كان في هوا كده، بس ما كانش فيه شتاء. النهارده كان فيه شتاء والجو ده فيه شويه. ماشي. زي ما انتم شايفين كده خلاص العجينه بتاعتي اختمرت. جبت بقى المفرش السيليكون بتاعي عشان هشتغل عليه، او لو عايز تشتغلي على الرخامه بتاعتك طبعا اشتغلي عليها، عشان ساعات المفرش ده بيغلس شويه في موضوع بيلزق ساعات في المعجنات. فزي ما انتوا شايفين حطيت طبقة من الدقيق زي ما انتوا شايفين، حابة تكتري شوية عشان تضمني ان هي ما تلزقش تمام. وبحط على وشها شوية دقيق كده زي ما انتوا شايفين، وهبدأ ان انا ادورها كده بأي شكل، يعني هي كده كده ده مش الشكل النهائي بتاعها، فزي ما تطلع معاكي مفيش مشكلة. لو طلعت مثلا دايرة معوقة شوية مفيش مشكلة. احنا كده كده هتطلع ان شاء الله زي الفل. بصوا يعني تحسي ان هي ايه، آه، شكلها حلو يعني، جميلة والله العظيم. المهم تجيبي بقى ايه قطعة زبدة كده حلوة، حوالي 50 جرام. بتبقى بدرجة حرارة المطبخ. طبعا انا كنت يعني عندي قالب زبدة كده بحطه على الرف كده من فوق، ما يعني ما بدخلهوش التلاجة، علشان بستخدم معظم الزبدة لما تيجي تستخدميها بتستخدميها بدرجة حرارة المطبخ. زي ما انتوا شايفين كده لميتها كده على بعضها وسبتها شوية، وبعدين قسمتها على 2 عشان اقدر اشتغل فيها كده، يعني ما تضايقنيش لما تكبر قوي، لان هي لو اخدتي العجينة كلها مرة واحدة هتحسي ان هي كبيرة جدا يعني فردت معاكي جامد. ماشي. طبعا هي فيها الزبدة بتاعتها. طبعا انا يفضل ان انت لما تيجي تعملي اي مخبوزات خصوصا كرواسو او باتيه ان انت تريحيه شويه، هينفخ معاكي اكتر وهينفش معاكي اكتر وهيتضاعف كميته اكتر واكتر. لكن انا طبعا عشان كنت مرتبطه بميعاد، مع اني كنت رايحه متاخر، بس لازم تسيبيه ياخد راحته قوي في ان هو يستريح يعني. تمام. لان انتي كل ما تريحيه كل ما هتاخدي نتيجه افضل. هو كان طعمه حلو جدا جدا، بس لو كنت سبته بقى كان هيبقى احلى واحلى واحلى. انا حبيت طبعا عشان يعني ده هيتشرب كده مع شاي، يعني كحاجه كده بتتحط جنب الشاي، فانا حبيت ان انا اصغر وحده الكرواسو بتاعتي. لكن لو انت هتعمليه للبيت بصراحه يفضل ان انت ايه تعمليه كبير شويه، لكن انا عملته صغير شويه عشان هو انا عارفه ان هو هيتقدم مع شاي. بصوا حجمه صغنطوطي وجميل وشيك ورقيق وجميل قوي قوي قوي، وكان طعمه تحفه تحفه تحفه. إذا حطينا بقى معاه جبنه كده يعني صاحبتي بقى قدمت معاه جبنه كريميه كده، وبتقدم مع شاي، وكان طعمه تحفه والله العظيم. كان عايزكم جربوه بقى بالطريقه الحلوه دي هيعجبكم جدا.
ماشي، خلصت خلاص اول جزء، واخد الجزء التاني زي ما عملت في الجزء الاولاني هعمل في الجزء التاني. اعملي بقى اي دايره تطلع معاكي زي ما تطلع كده اهي يعني، بس مش دايره مش قوي قوي يعني مش دايره بما يرضي الله. بصوا دي عملت كبرت شويه كبرت شويه وحدات الكرواسون عشان هسيب كام واحده كده للولاد يفطروا بيها زي ما قلت لكم الصبح، فحبيت اكبرها شويه كده للولاد. سهل جدا، بياخدش منك وقت، وبتبقى ريحة البيت بقى عايزة اقول لكم مع مع الشتاء والسقعة لما بتدفي المطبخ بتاعك كده بالفرن، وبتعملي حاجة سخنة كده للولاد، وبتحسي كده بريحة الخير كده في البيت، بصراحة حاجة رهيبة. زي ما انتوا شايفين كده خلاص خلصت الصاج بتاعي هنا. المفروض كنت سبته شوية، بس انا طبعا عشان بقولك كنت مرتبطة بوقت وميعاد، فعشان كده ما قدرتش ان انا اسيبه زيادة. طبعا دي صفار البيضة اللي احنا كنا اخدين البيض بتاعها كده في العجينة، هستخدمها في التلميع كده زي ما انتوا شايفين. طبعا زي ما انتوا عارفين بقى ان احنا الجو عندنا مش مستقر خالص، مرة شمس وصيف، ومرة سقعة وشتاء، ومرة هوا وبرد، يعني تحسوا ان احنا بنعيش اجواء غريبة، الحمد لله رب العالمين. فتلاقونا على طول صوتنا مغير كده، يعني تلاقوني على طول صوتي مش مظبوط. زي ما انتوا شايفين كده خلاص حطيت شوية بقى زعتر كده على الوش، زعتر اللي هو الخشن، حطيت كده على الوش شوية. انا كنت دايما بحط سمسم، بحط حبة البركة. بس النهاردة حبيت اغير لان أنا بحب طعم الزعتر قوي مع المعجنات بصراحة. بصوا هنا كان لسه طالع من الفرن حلو قوي. بصوا من القلب عامل ازاي، تحفة تحفة، جميل جدا جدا. عايزة اقول لكم عجب صحابي جدا جدا لما كلوه. بتمنى بقى تجربوه بنفس الطريقة بنفس المقادير وهيعجبكم جدا. هنا بقى انا بقى ايه، برص الطبق بقى اللي انا هاخده معايا، وخلاص كنت هنزل. ده شكل بقى الطبق بتاعنا القمر بعد ما خلص. درجة حرارة طبعا 180 رف اوسط، ولازم الفرن يبقى ايه، يبقى سخن. نزلت كده ورحنا وقعدنا وكل حاجة تمام، وبعدين واحنا ماشيين واحنا راجعين دخلنا يعني كنا عايزين نشتري شوية حاجات، وانا معدية كده بالصدفة لقيت جنب محل زي جنب ماركت شوك كده لقيت بالصدفة كده محل بيبيع شنط سعره رخيص جدا جدا. وعايزة اقول لكم شكله حلو جدا، الشنط شكلها حلو جدا، واعتقد ان الكواليتي بتاعتها حلوة لان واضح عليها والله. وسعرها يا بلاش، يعني حاجة رخيصة جدا وحلوة الأسعار، يعني ب200 و240 ليرة، 205 لا 249 وكسر، يعني 250 ليرة الشنطة. والشنط حلوة كده زي ما انتوا شايفين، حلوة جدا 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 أسعارها والله. ده في البازار أصلا مش هتلاقوا ولا الكواليتي دي ولا الأسعار الحلوة دي، مع إنها في المحل يعني. بس دخلت بقى شوك بس ما صورتش، ودخلت هنا بيم زي ما انتم شايفين. كنت عايزه اشوف حاجات في بيم كده، فقلت افرجكم كده العروض اللي نازله النهارده في عروض. بس عايزه اقول لكم كان في هجوم على على المعروضات بتاعت بيم والحاجات بتاعت بيم. بصراحه كان النهارده منزل عروض حلوه جدا. بس طبعا هم عارفين، عايزه اقول لكم ان هنا بيستنوا كده على الباب، علشان اول ما الباب يفتح كل واحد بيبقى منمر بقى هو هياخد ايه بالظبط. فمعظم الحاجات اللي انا كنت عايزه ابص عليها برضو كمان والله لقيتها خالصه، مع ان هنا الساعه كانت 9:30 الصبح. آه، ف فعايزه اقول لكم ان لا ما لحقناش حاجه. بصوا بصوا دي سكريات بقى، تحطي فيها طقم شاي قهوه سكر، او تستخدميها مثلا تحطي فيها بيتي فور، تحطي فيها بسكوتات اي حاجه من دي، بتبقى حلوه جدا وشكلها شيك جدا. بصوا السحلب ده حلو جدا برضو، اصلا انا ما جربتهوش، ما اعرفش طعمه عامل ازاي. سعره 60 ليره ال 400 جرام. عايزه اجيبه عايزه اجربه، بس في ناس يعني بيشكروه فيه بيقولوا عليه حلو جدا. بصوا حاجات حلوه جدا جدا جدا. بصوا ده حليب الاطفال الستة، العلبه الواحده 200 جرام
بحاجة وستين اهو زي ما انتوا شايفين، حلو جدا. وخل وزيتون وسمنة نباتي وشاي. بصوا كل الاستندات دي بتاعت المعروضات. بصوا التيكت الاورنج دي بتبقى هي دي المعروضات. بصوا كاتشب مايونيز ب70 ليرة او ب69 75 الاتنين، حلو جدا. وفي بقى زيتون وفي البان، في كل حاجه تخطر في بالكم بقى هنا في الاستندات دي، مخصوصه اصلا للعروض اللي بتبقى في نص الماركت دي، بتبقى عروض. وعصاير بقى، بصوا الليمون ده حلو جدا، طعمه حلو قوي وتحسه منعش كده، فريش قوي.